من يتحمل مثل هذه الأخطاء؟ وإلى أين تذهب تلك المبالغ المخصومة؟ ومن السبب الرئيسي في عدم الاهتمام بأموال سلبت بغير وجه حق؟ طيب الفلوس هذه اللي تخصم وين تروح؟ وين تروح الآن؟ هذا حقه، حق الشخص هذا الآن تصرف الفلان 2000 ريال. إيه الآن لو مثلا ال 200 ريال هذه وش مصيرها؟ وين تروح؟ مو من حقه يعرف 200 حقته وين راحت؟ لماذا لا يحاسب المسؤول عن تلك الأخطاء كما يحاسب المستفيد بالحسم من الإعانة لمجرد غلطة؟ الآن كل شيء بتعطيه المواطن تبي تمارس عليه هذا النوع من الإذلال والضغوط. وأنا لما يجيني قرض صندوق التنمية العقاري بعد 30 سنة ما تخصم على مدير الصندوق ولا تخصم على الموظفين، وأنا قاعد 30 سنة عشان استنى قرض الصندوق. أنا لما أجي أبحث عن سرير ويموت ابني أو يموت طفلي قبل ما يحصل على فرصة الحصول على سرير، ما تخصم على وزير الصحة ولا تخصم على وكيل وزارة الصحة ولا على نائب وزير الصحة، وتجي تخصم على إعانة فرضتها الدولة لدعم العاطل للحصول على عمل. ترى على الفكرة هذه دعمه فقط، القرار كذا واضح، دعم الشاب العاطل عن عمل لتسهيل حصوله على عمل. طيب أنت يا